تخيل تضيق بيك الدنيا في نص الشهر والالتزامات تزنقك وفي 2000 جنيه محتاجهم سد عجز ضروري عندك. وتبقى قدام شاشة الموبايل بتسأل نفسك هل زرار واحد في ابلكيشن ممكن يحل أزمتك في دقيقة، ولا يرميك في حفرة أكبر مش هتعرف تطلع منها. الحكاية بدأت معايا لما اتقفلت في وش الدنيا وقررت استلف من الموبايل، وبدل ما اجرب لوحدي قلت لمحمد صاحبي تعالى نعيش مع بعض وننزل تطبيق ايزي جانا اللي قالوا عليه سريع ويسلفك من غير تعقيدات. التطبيق ده تحديدا نزله على بلاي ستور 10,000 مستخدم، وتقييمته إلى حد ما كويسة. طبعا جمهور مستهدف التطبيق ده هو الناس الغلابة اللي بتزنقها الظروف فجأة، والشباب اللي محتاج كاش سريع ومفيش قدامه غير حلول الموبايل. فتحت انا ومحمد الابليكيشن من الموبايل في نفس اللحظة، وعايز اقولك التسجيل ما كانش فيه حوار كتير، والتفعيل جه على طول والكود جالي بسرعة. طلب مني صلاحية للشاشة تحسسك انهم يعني هتاخد تحويشة عمرهم هم. طلب اذونات الوصول للاسماء وحسابات الجهاز والكاميرا وقراءة الاس ام اس ورسائل النظام، وبدون ما تدي الصلاحيات دي الابليكيشن بيقفل في وشك وما بيدخلش اساسا عليه. دخلنا على الواجهة الرئيسية وتطبيق واجهته تصميمها اصفر كده في ابيض في ازرق وسريعة ومفيهاش لاج ولا تهنيج، لكن الواجهة مضللة لأقصى درجة. الواجهة كاتبين فيها بخط كبير وبنط عريض قروض تصل ل20,000 جنيه بضغطة واحدة، وفترة سداد 91، والفايدة 0% لأول مرة. طبعا الكلام ده حبر على ورق ومفهوش أي حاجة من الصح. في الموقف الأول قررت أقدم على مبلغ 10,000 جنيه كبداية، ورفعنا صورة البطاقة وش وظهر والتقط سيلفي مباشر من الموبايل، والتطبيق بيعمل تحقيق بالذكاء الاصطناعي ويقرا بيانات بسرعة غريبة. أثناء تقديم الطلب، وفجأة المبلغ المطلوب اتعدل من 10,000 ل600 جنيه، وفترة السداد بقت من 90 يوم ل7 أيام، مش زي ما بيعلنوا. الموقف التاني لما محمد صاحبي قدم على نفس المبلغ الابليكيشن وافق له على 800 جنيه، ولما دخل يبص على كشف الحساب لقاهم بيخصموا منه 35% مصاريف إدارية وفحص ملف تحت مسمى رسوم الخدمة، وبدل ما يوصلوا له 800 جنيه على المحفظة وصلوا 520 جنيه، ويطلبوا منه يدفعهم 800 جنيه خلال 7 أيام. يعني العائد السنوي لما تحسبه يطلع أكتر من 400%. استغلال فاحش وربا فاحش. الموقف التالت بقى حبيت اختبر زرار السداد المبكر، وقررت ادفع بعد يومين، بعد اكتشفت ان المصاريف مش بتقل مليم واحد، ومفيش خصم للسداد المبكر، بل بالعكس في رسوم تحصيل اضافية بتندفع عبر بوابات دفع مجهولة بتزود عليك 15 جنيه فوق العملية، يعني تدفع بدري وتدفع فوقها 15 جنيه. الموقف الرابع جربنا خدمة العملاء من جوه التطبيق وبعتنا استفسار عن سبب تقليل المدة ل7 أيام. الرد جه آلي وربط مفهمناش أي حاجة. ولما طلبنا الرقم المحمول المكتوب في الدعم طلع غير متاح طول الوقت. لكن بخبرتي السابقة كده يعني قررت ان انا اقلب في الكواليس واكتشف خبايا واختيارات جوه اعداد التطبيق بتسهيل الاستخدام، وتديك ميزة مش معروفة للكثيرين. لما تفتح اعدادات الملف الشخصي تدخل على قائمة برايفسي سيتنج وتلغي تفعيل خيار اوتو سنوك كونكت بعد التسجيل مباشرة. التطبيق بيوقف سحب الأسماء الجديدة من جهازك، وده بيمنع الفضايح أكتر وأكتر. لما تدخل على إعدادات نوتيفيكيشن وتلغي خيار بروميشن بانش بيختفي الإزعاج اليومي، الإشعارات اللي بتقولك سلفك جاهز، اضغط هنا. كمان في خيار مخفي في السداد اسمه مانوال باي مود كود جوه قسم هيلب سيتنج، لما تفعله بيظهر لك كود فوري تروح تدفع بيه في فوري او امان، بدل ما تحط كارت الفيزا بتاعك على سيرفراتهم وتتسرق بيانات كارتك. اما بالنسبه للمميزات الخمسه الحقيقيه، اول ميزه هي السرعه الخارقه في مراجعه البيانات وقبول الطلب بسرعه جدا، في اقل من 5 دقايق كانوا الطلب ده خلصان. الشكاوي بقى مليانة، ناس بتشتكي ان التطبيق بيسحب رسوم بدون توضيح مبدئي مسبق. الناس بتتهدد لما بتتأخر بالرسائل ومكالمات للناس اللي جات الاتصال معاها. مفيش امان ومفيش خصوصية. تطبيق بيحتاجوا يعني حد مزنوق قوي، غير كده محدش يحتاجه، امر طارئ. لكن مفيش اي حد انصحه ان هو يخش داخل التطبيق دوت. آم، تقييم للتطبيق 3/10. تطبيق خيب ظني وناس كتير قوي محتاجاه، بس هو مش محترم ومش مصرح تحت البنك المركزي. بنصحكم بتطبيق زي كاشات او فوري او تتواصل مع البنك. سؤال لكم النهارده، هل شايفين ان تطبيقات القروض السريعة دي
بجد الناس محتاجاها، ولا هي فخ منصوب لناس وبالذات للبنات اللي بياخدوا صورهم وبيسوموهم عليها بأقذر الطرق عشان يدفعوا فلوس، وحتى بعد ما يدفعوا القرض بيرجعوا يديهم قرض تاني عشان ياخدوا فايدة أكتر، وهكذا، ودايرة ما بتخلص. اكتبوا لي في الكومنتات رأيكم وتعليقاتكم، واي حد جرب التطبيق يكتب لي في الكومنتات وانا اثبت تعليقه عشان الكل يستفيد من تجربة كل واحد فينا، عشان ما فيش تطبيق يضحك عليكم يا جماعة. لان ناس كتير جدا بتكتب لي في الكومنتات انا حصل لي كذا وكذا، اعمل ايه دلوقتي، اتصرف ازاي؟ فياريت نساعد بعضينا اكتر عشان التطبيقات ديت ما تسرقناش وتسرق بياناتنا وتلعب بينا وتفضحنا. سلام.